تجيبيه ولا تسيبيه. اسنس جربت منها النوع ده، واول ميزه فيها هي فرشتها، الصوت بتاعها فاحم وبتدي طول وكثافه، بعد فتره بتفرول شويه ومش ووتر بروف. التانية نفس الفكرة مع اختلاف الفرشة، وبتطول الرموش من الجناب للناس اللي بتحب منظر الليفتنج ده، فخطيرة برضو. شي جلام الخضرة وشي جلام البيضة. بالنسبة للخضرة فهي ووتر بروف، البيضة مش ووتر بروف، ما انصحش بيها يوميا، بتطلع بطلوع الروح، دي بتطلع بسهولة. بالنسبة لي هي ولا اسنس، بحب شكل اسنس على عيني اكتر، لكن هي بتدي كثافة وطول طبيعيين اكتر. الميزة اللي فيها انها اخف على العين من اسنس، بحس ان اسنس عامله زي تركيب الرموش يعني. وطبعا الاحسن في السعر بالنسبه لكم هتبقى اظن اسنس احسن دلوقتي. مع فارق السعر فهي عيش ايه، دي فرشتها. وبالنسبه لي بصراحه على فارق السعر ده بحس ان هي ما بتتخيرش حاجه عن اسنس. لايت سينما 4 دي، وده شكل فرشتها، سوادها فاحم ومش ووتر بروف. والميزه الخطيره اللي فيها انها بتفرق الرموش حلو جدا، بس بتدي كثافه، وانا بحب اكتر الطول، وبحس ان هي مناسبه استخدام يومي، جامعه، شغل.